في السنوات الاخيره وقضيه نايضه شلاضه بين المغرب والجزائر. الكلاشات في السوشيال ميديا غاديه جايه. الا سولنا على السبب في هذا الكومبا غنبداو كنسمعوا شي تحليلات عميقه ميتافيزيقيه وسوسيو بوليتيكيه. غنهزوا هذه الهضره كامله ونلوحوها في الطر والزبل، حيت حنا كاملين عارفين المشكل الحقيقي والواحد بين المغرب والجزائر، واللي هو الصحراء الغربيه المغربيه. نقطه، رجع للسطر. المغرب باغي يكمل الوحده الترابيه ديالو، والجزائر باغيه تفصلها الطرف بوحده. منها تضعف المغرب اللي كيشكل ليها منافس في المنطقه، ومنها تربح منفذ على المحيط الاطلسي. هادشي كلشي عادي وبيس، حنا مولفين هاد الالعاب السحريه من السبعينات. ولكن اللي ماشي عادي هو ان الجزائر كتنشر بزاف ديال المغالطات العجيبه باش تدافع على الطرح العجيب ديالها. باش تقتنع به خاص تكون مشرمل مخك في الكربيل ومرقدو في الدوليو. اجيو تعرفوا معنا اكبر 3 تخربيقات جزائريه لتقسيم المغرب. تصفيه الاستعمار. كاين واحد القاعده في مجال التسويق وبيع المنتجات كتقول بان البائع الماهر ما كيكذبش، ولكن ما كيقولش كل الحقيقه دائما. هذه القاعده كيستعملها النظام الجزائري بزاف في طرح الخلاف ديالو مع المغرب خصوص الصحراء الغربيه المغربيه. واكثر مثال كيوضح هذه القضيه هو تصريحاته في كل مره ان قضيه الصحراء معروضه في الامم المتحده على اللجنه الخاصه بتصفيه الاستعمار، وبلا ما يذكر اي تفاصيل اخرى. الشيء اللي كيخلي المتلقي كيعتقد ان الصحراء محتله وان المغرب هو المستعمر بكسر الميم، والامم المتحده كتسعى لتصفيه استعمار الصحراء من المغرب. قضية الصحراء معروضة في جدول أعمال اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة. هذه معلومة صحيحة وحقيقية، لكنها ماشي كل الحقيقة. وهنا كيبان الخداع والتنزيق والمكر اللي كيعتمد عليه نظام الجزائر والإعلام الرسمي ديالو باش يرسخوا فكرة خاطئة أدمغة الشعب الجزائري وحتى الكثير من المغاربة اللي ما عارفينش الحقيقة كاملة. والحقيقة هي أن المملكة المغربية هي اللي تقدمت بطلب الأمم المتحدة بإدراج قضية الصحراء ضمن جدول أعمال اللجنة الخاصة بتصفية الإعمار. يعني أن الطرف المستعمر بكسر الميم اللي مقصود هنا هو الاستعمار الإسباني، والطرف المستعمر بنصب الميم المطالب بتصفية الاستعمار هو المغرب. هذا الطلب تم التقديم ديالو من طرف المغرب سنة 1964، وبعد منها بسنة يعني سنة 1965 خرج قرار من الأمم المتحدة كيطالب فيها إسبانيا باتخاذ التدابير اللازمة والدخول في المفاوضات باش يساليو الاستعمار ديالهم الإقليمي سيدي إفنيو الصحراء الغربية. هذا الشيء كامل وقع قبل تأسيس جبهة البوليزاريو بأكثر من 10 سنين. ففي هذا الوقت كان المغرب كيطالب وكيناضل في المنظمات الدولية لاستكمال الوحدة الترابية ديالو، بينما جبهة البوليزاريو اللي كتدعي أنها ممثل الصحراء ما كانش عندها وجود أصلاً. فهاد المعلومه ديال تصفيه الاستعمار هي حجه للمغرب ماشي حجه عليه. وملي تسمعوا هاد الاخبار مره اخرى في الاعلام الجزائري غتكون عندكم الصوره الكامله والحقيقيه، ماشي الصوره المشوهه اللي بغى يوصلها لكم النظام الجزائري. الجزائر محايده. الجزائر دائما كتعلن على انها ماشي طرف في هذا النزاع، وبانها طرف محايد يسعى لحل المشكل في اطار الامم المتحده. وحتى في الخارجات الاعلاميه ديال الرئيس الجزائري عبد المجيد كيقول بان الجزائر ما عندها حتى علاقه بهذا الملف. الشعب الصحراوي عنده الحق في تقرير المصير، الا اختاروا يكونوا مغاربه غنصفقوا عليهم، لكن هذا كيبقى غير كلام. والواقع هو ان الجزائر كتعترف بوجود دوله اسمها الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه الشلاليه، وعندها سفاره بالعاصمه الجزائريه. هذا هو الواقع اللي ما يمكن حتى واحد ينكره سواء مغربي او جزائري. فهنا غيجي في بالك واحد السؤال ممكن لاي شخص غبي بحال يجي في باله: كيفاش الجزائر كتعترف بوجود دوله صحراويه والشعب الصحراوي براسو ما دارش استفتاء لحد الان؟ غيجي واحد يقول لي المروك يا خو، المروك ما بغاوش يديروا الاستفتاء برك، وغيجي واحد يقول لي البوليزاريو هما اللي ما بغاوش يديروا الاستفتاء. في جميع الحالات يا اخي وكيف ما كانت الاسباب، هذا الاستفتاء ديال تقرير المصير مازال ما ندارش، وبالتالي شعب الصحراء ما قالش بانه باغي دوله بوحده. وادعاء الجزائر بوجود دوله وهميه اسمها الصحراء الغربيه كيعني انها الدوله من صناعه الجزائر، الشيء اللي كيخليها طرف مباشر في القضيه، بل هي الطرف الحقيقي في هذا الملف. هادشي بلا ما نتكلموا على جميع انواع الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري والمادي وكل شيء اللي كتعطيه دوله الجزائر لجبهه البوليزاريو. يمكنش ليك تعطي السلاح لواحد الشخص باش يقتل وتجي في الاخير تقول انا ماشي طرف. العالم كامل واي شخص كيحترم العقل ديالو غيعرف بان الجزائر هي الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وبان البوليزاريو مجرد ورقه في يد الجزائر، وباللي ما كاين لا تقرير مصير ولا دوله مستقله. الجزائر وحتى الاتحاد الاوروبي باغيين هذا الملف يبقى هكا مدى الحياه بلا ما تكون فيه اي نتيجه، بحال شي حجره في صباط المغرب باش يبقى ديما كيتمشى وهو يعرج وما عمره يتمشى بشكل مستقيم. مبدا تقرير المصير. فوق ما كيخرج شي مسؤول جزائري وكيتكلم على قضيه الصحراء كيتباهى علينا على ان الدستور الجزائري كيدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها،
وبالتالي فالموقف الجزائري نابع من مبدأ دستوري. ولكن واش فعلا الجزائر كتآمن بمبدأ الشعوب في تقرير المصير أم أنه مجرد شعار كترفعه في وجه المغرب؟ أجيو نشوفوا. سنة 2017 يعني غير مول البارح كان واحد الاستفتاء في إقليم كاتالونيا للاستقلال على إسبانيا. هذا الاستفتاء شارك فيه أكثر من 2 مليون شخص، وكانت النتيجة ديالو هي 92% مع الاستقلال و8% فقط ضد الاستقلال. هنا والمفروض على الجزائر احترام المبدأ اللي عندها في الدستور واللي كيدعم الشعوب في حق تقرير مصيرها ودعم الشعب الكتالوني في الاستقلال. وهذا الشيء اللي كان الموقف الجزائري ما كانش مخيب وكان كالتالي. انا غنقرا لكم الخبر. الجزائر تؤكد من جديد تمسكها بوحدة مملكة إسبانيا وسلامتها الترابية. تماما، السلامة الترابية ديال إسبانيا هذا ما تؤيده الجزائر، لكن لا تؤيد مبدأ تقرير المصير كيف ما كتقول. وسبحان الله في نفس السنة كان استفتاء في إقليم كردستان للانفصال عن العراق، وكانت نتيجة الاستفتاء مع الاستقلال بنسبة 92%. لكن الجزائر خرجت مرة أخرى بموقف مغاير لإرادة شعب كردستان وقالت بالحرف إن الجزائر تؤكد على موقفها الثابت والداعم لوحدة العراق واستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه. كاين أمثلة كثيرة مشابهة لهذه الحالة واللي الجزائر كتدعم فيها الدول في الوحدة والسيادة على الأراضي ديالها، لكن كترفع شعار تقرير المصير وتحرير الشعوب فقط في وجه الجار المغربي. وهذا الشيء اللي كيخلي مبدأ تقرير المصير مجرد كلام عند الجزائريين. ومن هنا كنقدم نصيحة للناس اللي كيديروا القوانين في الجزائر يبدلوا هذا المبدأ ويكتبوا فيه: الجزائر لا تدعم أي انفصال في أي بقعة من كوكب الأرض أو مجرة التبانة ما عدا في المروك. خوتي وحبابي، هنا غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. وكما بينت لكم باش تآمن بالطرح الجزائري خص يكون مخك مرقد في الكربيل ومبيتو في الدوليو. إلا بغيتو تشوفوا فيديوهات اخرين ما عليكم غير تبارطاجيو هذا الفيديو، تشتركوا عندي في القناة وتخليو لي رأيكم في التعليقات. تهلاو.